لو تابعت الجزئين اللي فاتوا، عارف إن القلق الاجتماعي مش ضعف، هو خوف متراكم عقلك اتعود عليه. بس دلوقتي جه وقت الفعل. عايزك تبدأ بخطوات بسيطة جدا. أول خطوة، راقب أفكارك. كل مرة الخوف يجي وتبدأ تفكر الناس بتبصلي، اسأل نفسك فين الدليل؟ 90% من المرات هتكتشف إن مفيش غيرك اللي شايف كده. تاني خطوة، واجه بالتدريج. اختار مواقف صغيرة، اسأل سؤال في اجتماع أو اتكلم مع حد غريب عنك. مفيش سحر، بس كل مرة هتعمل كده جسمك هيتعلم إنك آمن. وتالت خطوة، كافئ نفسك. مش لازم تكون مثالي، كفاية إنك بتحاول. التحسن الحقيقي بيبدأ لما تبطل تهاجم نفسك وتبدأ تشجعها. القلق الاجتماعي ممكن يتغير، بس محتاج وقت وصبر ومواجهة. وصدقني، هتيجي لحظة تبص ورا وتقول أنا كنت فاكر الخوف ده مش هينتهي، وأنا أهو عديته. لو السلسلة دي فادتك، اعمل لايك وفولو ومنشن حد بيفكر كده، وقول لي في الكومنتات تحب نتكلم عن إيه في الفيديو الجاي.